لما بخف وهج الحب بين الزوجين ويبلش الزوج يفتش عن شريك جديدة، من الصعب إن المرأة تتقبل هالواقع. لكن إذا خيرتي شو بتفضلي؟ إنه يخونك زوجك أو يصير عندك ضرة؟ سيدتي سألت عدد من النساء وهيدي كانت إجاباتهم. لا، يتجوز عليا ضرة طبعا. يتزوج علي ضرة. حر يختار، هو بده يتزوج غيري بده يبقى هو حر. لا مش متقبلة الموضوع خالص. هقتله طبعا والله. هقتله طبعا والله. انا لو جوزي خني يعني مش هعمل اي حاجه، هسيبه يعني خلاص، يعني هننفصل انا وهو. يعني هو حر، ما كل انسان مسؤول عن تصرفاته. يعني انا بنهي علاقتي معه هو بأي صفات. يعني انا بنهي علاقتي معه هو بأي صفات. لو جوزي قرر يخوني ضرتي اكيد. لا اكون ما افكر ان هو يكون مع واحده ما اعرفهاش احسن. لو جوزي خاني افضل ان تبقى ضرتي. لا هو مبدئيا انا اعرف كويس جدا ان عمره ما هيخوني، انه انسان محترم جدا ومتدين جدا وما افتكرش، لكن لو حصل الله يقدر طبعا. مش عارفه ممكن اعمل ايه. مش عارفه ممكن اعمل ايه. هقتله طبعا والله. هقتله طبعا والله. ومعنا مباشرة من جدة الممثلة سامية طرابلسي. أهلا وسهلا فيكي سامية. أهلين نادين، كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. سامية بدي أرجع أعيد لك نفس السؤال، إذا خيرتي شو بتفضلي؟ إنه زوجك يخونك أو إنه يصير عندك ضرة، وليش؟ وأكيد اثنيناتهم صعبين بس أيها أصعب؟ بعتقد إنه حيكون جوابي نوعا ما تقليدي، لأنه إذا أنا مضطرة يعني اختار بين الاثنين ولو انه الاثنين مرفوضين، ممكن اختار انه هو يخونني بس ما يكون في ضرة، بكل بساطة، لانه يمكن لو خاني ما حدا يعرف، بس ضرة كل الناس حتعرف، عرفتي؟ فكرامتي ما بقبل على كرامتي مثلا. بس بصفة عامة ما حدا بيرضى لا بخيانة ولا بضرة. طبعا اكيد. اكيد. وانت برايك ايمتى الرجال بيخون او ببلش يفتش عن زوجة ثانية؟ بدنا نجرب نعطيه تبرير يعني. يعني ليه بدك تدوري له على تبرير اساسا؟ وما يعني بدي انا بس عم حاول. طيب لقلك في اسباب كثير ممكن تخلي الرجال يخونوا، واحيانا من غير اسباب، يعني مش ضروري يكون في سبب. بتيجي تفكري، بعرف كثير ناس مثلا تعرضوا للخيانه وبتطلعي على الزوجه بتلاقيها ما فيها شيء وما ناقصها شيء وعائله كثير حلوه وعندهم اولاد، فسم تايمز يكون مثلا عنده نقص ما عم يلاقيه مع مرته، عشان هيك يفكر يمكن يخون او يتجوز. صحيح. واحيانا ما بيكون عنده اي سبب لمجرد انه هو نسوانجي، يعني بكل بساطه. يعني نفسيه بالاخر وتربيه اذا بدك، وفي اوقات بتكون ظروف كمان، بس بالحالتين نتمنى انه التفاهم وبالحب انه يوصلوا لحل بعيد عن الخيانه وبعيد عن الزوجه الثانيه، وبيضلوا متفاهمين اكيد. كونك ممثلة سامية، لأي مدى ساهمت الدراما العربية بنشر واقع تعدد الزوجات من خلال طرح الموضوع بشكل كوميدي وسلس، والأشهرهم كان مسلسل حج متولي؟ مزبوط، يعني الموضوع انعرض وانطرح في كذا عمل، انه تعدد الزوجات. ما بحس انه ممكن يشجع الرجال انه يتزوجوا، لانه معظم الاعمال اللي جابت او طرحت هاي القضيه تحديدا، بالعكس انا بحس انه حتخوف الرجال انه يقدموا على هيك خطوه، لانه ما في رجال بيتزوج مره ثانيه وبيعيش العيشه اللي هو متخيلها في باله، لانه بالعكس المشاكل ممكن تزيد والمسؤوليات بتزيد، خاصه الغيره بيناتهم. مش مثل ما بيفرجونا بالمسلسل انه الحياه حلوه. هيدي اصغر شيء. ايه، انه يعني واحد فاتح بيتين، اذا مش ثلاثه او اربعه، ديبيندز قديش هو متجوز، يعني منا سهله، يعني واحد احيانا بمره واحده ومش ملحق، مش يعني ما بكفي. فما بحس انه كثير بتشجع، يمكن بالعكس بتبين انه الشغله هاي منا سهله وما لازم تنعمل الا للضروره القصوى. يعني في ناس حرام انه يمكن يحتاجوا انه يتجوزوا مره ثانيه، زوجه ثانيه، عشان مثلا تكون مرته الاولى ما بتخلف، هيدا سبب، ايه هيدا ممكن سبب مقنع، او بعيد الشر تكون مريضه فيها مرض. صحيح. وتكون هي موافقه، يعني المبدا انه حرام تكون هي بقناعه منا انه
يقول لها بدي اتجوز وتوافق هي يعني لانه ما تيجي طعنه بالظهر. مزبوط مزبوط. طيب لنفترض انه عرفتي زوجك تزوج عليكي، كيف بتتصرفي؟ اتجوز مره واحده، ما في بالتدريج يخون بعدين يتجوز. لا بلاكي لإلي. بدنا نفترض انه تزوج عليكي، شو بدك تعملي؟ دغري هيك اتجوز علي. يعني شوفي أسوأ الأحوال ممكن ارتكب جريمة. كثير صريحة كثير صريحة. هيدي أسوأ الأحوال، بس إذا كنت عاقلة ورايقة وما بعرف هيك يعني الله هداني ممكن يعني إنه اتطلق بكل بساطة، لأنه لإلك شغلة مش بس أنا، يمكن أي مرة مجوزة ما بترضى هيدا الشيء لأول سبب، مش عشان بحبه أو عشان أولادي أو عشان وات ايفر، عشان كرامتي بالدرجة الأولى. مزبوط. والأشياء الثانية كلها والعشرة، إذا أنت ما راعيت عشرة بيني وبينك وما في سبب مقنع يخليك إنك تتجوز علي، فلا، بفضل إنه أنا أعيش لحالي، شوف حياتي والله يوفقك مع مرتك الثانية. بالضبط. أخيرا بعد مسلسل سكتم بكتم شو عم تحضري سامية؟ ليكي هو اول مسلسل لإلي سكتم بكتم. بعد اسمه غريب سامية كثير، شو يعني سكتم بكتم؟ ايه هلا انت لانك يمكن لبنانيه فما عندك اطلاع. هو سكتم بكتم يعني انه يعني ما حدا يجيب سيره، ما حدا يحكي انه ايه. اوكي اوكي. ليش؟ لانه بيعالج قضايا اجتماعيه بطريقه كوميديه. حلو. فعم اقول لك هذا اول عمل بالنسبه لإلي. بعده اجتني عروض كثير بصراحه، هلا اجتني عروض كثير، بس بالسعوديه في الوقت الحالي لسه ما ابتدوا يصوروا، كله قيد التجهيز. عم بدرس الاعمال اللي جايتني وحاختار المناسب ان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب. وان شاء الله كمان بتمنى لك حياه زوجيه سعيده مع زوجك، وما بحياتك بتتعرضي لا للخيانه ولا للزوج الثاني ان شاء الله يا رب. بتمنى لك كل التوفيق باعمالك، وشكرا لك على هالمشاركه. ثانك يو حبيبتي. ميرسي حبيبتي، اهلا وسهلا.